شوف أنا ما أعبر لا عليك ولا على غيرك. أنا صدام حسين أخو هدلة وأخو الشعب، أنا مباشر وصريح. هسه أنت ممكن ترهبني والله ألف مثلك ما يرهبون صدقني. معليش مستعجل حضرة القاضي. منو مستعجل؟ لا يعني بس أوصيك دائرات عندما تكون في ظرف لابد أن تصدر حكم على صدام حسين ويكون حكم بالإعدام. بتذكر أنه صدام حسين عسكري، الحكم بالإعدام يصير عليه رميا بالرصاص وليس شنقا مثل أي مجرم عادي. هاي بس أرجوك عليك يا عراقي، أما غير هذا فأنت على أمام هذه المنصة ولاحقا أيا كان لو أقل شيء راد أن يفرض رأي على هذه المحكمة، أنا ما أبقى على منصة القضاء. عافية أنا ما أطلب منك تقول لي عافية. أنت متهم خليك لا يقول لي القاضي عافية. أنت متهم لا تقول لي عافية. أنا عافيتي نفسي وأمام الله. لا أقول لك عافية. لا رب العالمين ما أقبل عافيتك. رب العالمين خلقنا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. شوف هذا لا ما أنا خلقنا، فأنت ليش تزعل من العافية؟ لا ما أقبل عافيتك. لا تقبلها وأنا هم ما يشرفني أنا أقول لك. أي خلي إلك ما شرف. آخر 20 يوم ومن بالقاتل الدول التي جاءت إلى العراق 20 يوم. هذه واحدة. زائدا الطق حسب ما تسمعون، لأنه احنا نسمعه بالسجن يجينا المدارس. هذا هو الشعب. فأمريكا إذا بيها حبخل تصبدها ما في شيء. أنت تحرض يعني أمريكا مو على قتل، بابا تحرض على طرد الغزاة. اسمع أبناء متهم أو ما متهم، هي وقولت أي طفل عراقي مو بحال العطف. رجل كبير بالعمر. أنا مو بحال العطف، أنا مو بحال العطف. حتى تعرف صدام حسين صدر نشرة. صدام حسين يعني صدر نشرة عبارات قبل ما يعتقل. صدر نشرة وتعليمات. يقول نعم هاي الصحابي لا يمكن للغزاة أن يفهموا. خلي أنا بحر وأنا سجن حرروني شامع.